السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل غدا سريع جدا جدا، ويعني مش هياخد ربع ساعة ويكون جاهز، وفي حلة واحدة بس. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس. عندي بصل مقطعه جوانح، وطماطم مقطعه 4/4، وفلفل احمر حراق، ولو مفيش فلفل احمر ممكن اخضر عادي. هنزل بيهم في معلقة سمنة كبيرة في الحلة بتاعتي، هشوحهم كويس قوي لغاية ما يبدأوا ان هما يدبلوا ويدخلوا في سوا. هنشيلهم من الحلة ونبدأ ان احنا ننزل الفراخ بتاعتي. انا مقطعاها مكعبات كبيرة، وانا مستخدمة هنا صدور، ممكن عادي نستخدم اوراق، مفيش اي مشكلة، بس انا مقطعاها مكعبات كبيرة، مش مقطعاها شاورما. هبدأ ان انا اشوح الفراخ في نفس الحلة، وممكن نزود سمنة شوية بسيطة لغاية ما تغير لونها كلها. هبدأ ان انا انزل عليها بطاطس برضو مكعبات كبيرة، هقلب فيهم كويس قوي لغاية ما البطاطس تبدأ تلون هي كمان. وبعد كده هنزل عليهم بالتوابل اللي عندي، بابريكا، فلفل اسود، ملح، واستخدمت كاجن، ممكن نستغنى عنه مفيش اي مشكلة. واستخدمت كمان رشة من البهارات السبعة، مش كبيرة. بعد ما قلبت البطاطس بالفراخ بالتوابل، فاكرين بقى في الاول الطماطم والبصل اللي احنا شوحناهم، هضربهم بقى بالهاند بلندر كده، او في كبة او في خلاط بشوية لبن، وهضربهم كويس قوي، ومن غير ما اصفيه او اي حاجة هنزل بالصوص ده على الحلة بتاعتي، وهزود شوية مية وادلقها على الخليط بتاعي برضو. بعد ما الخليط بتاعي ده ياخد غلوة على النار، هنزل بحوالي كوباية كريمة، ولو مفيش كريمة ممكن نعمل معلقة زبدة كبيرة، معلقة دقيق، لبن، يعني نعمل زي بشاميل، وندلقه على الخليط بتاعي بتاع البطاطس والفراخ. هنزل بقى بالكريمة، وهبدأ ان انا اقلب كده، وبعد كده هسيبه على نار هادية، اغطيه لغاية ما يستوي. هجهز عندي الرز بتاعي، انا استخدمت رز بسمتي، بس عادي خالص ممكن نستخدم رز مصري بشعرية، مفيش اي مشكلة. مش هيحتاج ان هو يدخل الفرن خالص، بس لو حابين ممكن نزود مثلا جبنة على الوش وندخله الفرن، ياخد الجبنة تسيح وتاخد لون. وممكن نكتفي بده لان هو غدا سريع. شايفين بقى شكلها تحفة ازاي، وبجد طعمها جميل. جربوها هتعجبكم جدا. جربوها وعرفوني رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.